هل حسيت قبل كده إنك عايز تبدأ حياة جديدة، تبقى شخص منظم، ناجح، منجز، لكن كل مرة بتلاقي نفسك بتأجل وتتكاسل؟ يمكن عمرك ما فكرت إن السر في الصلاة. أيوة، الصلاة مش مجرد عبادة، دي نظام حياة كامل. لو فهمته وطبقته بصدق هتلاقي نفسك بتتغير بدون ما تحس بإذن الله. الصلاة مش مجرد فرض بنأديه وخلاص، ربنا سبحانه وتعالى خلاها 5 مرات في اليوم مش عشوائيا، ده تدريب عملي على الانضباط والطاقة والنشاط. شوف يومك عامل ازاي لما تصلي الصبح متأخر او تضيع صلاة، بتحس انك متلخبط ومش قادر تركز ومزاجك متعكر. على العكس، لو بدأت يومك بصلاة الفجر في وقتها هتحس بطاقة عجيبة، كأنك شحنت نفسك ببداية جديدة. تخيل معايا لو إنسان بيصحى كل يوم في وقت مختلف، أوقات بينام بدري وأوقات بيسهر، مواعيد شغله أو مذاكرته متلخبطة، بيحس دايما إنه ضايع، صح؟ لكن الشخص اللي عنده نظام ثابت للصلاة، حتى لو كل شيء حواليه متغير هيفضل ثابت. الصلاة بتقسم يومك بشكل تلقائي، بتديك إشارات زمنية تتحكم بيها في وقتك بدل ما الوقت هو اللي يتحكم فيك. ربنا سبحانه وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كأنك بتاخد استراحة روحية وسط يومك، بتوقف الضغوط. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيحزن كان بيقول لسيدنا بلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وده لوحده كفيل إنه يجدد طاقتك ويخليك تكمل يومك بنشاط بإذن الله. والمذهل إن الصلاة بتقضي على الكسل. هتقولي ازاي؟ الكسل مش مجرد شعور، ده اسلوب حياة. يبدأ بخطوة صغيرة جدا، هقوم اصلي بعد شوية، تتحول لعادة، فتلاقي نفسك بتأجل كل حاجة تانية بنفس الطريقة. لكن لما تاخد قرار ان الصلاة مش هتتأجل، هتلاقي ان كل شيء في حياتك بدأ ينتظم تلقائيا. جرب كده تربط كل حاجة بالصلاة. قول لنفسك: بعد الفجر هعمل كذا، قبل العشاء هخلص كذا، بعد العشاء هنام، وهتشوف قد ايه حياتك بقت اكتر انضباطا من غير مجهود منك. الصلاة مش مجرد عبادة، دي نظام حياة كامل، مفتاح النجاح والطاقة والانضباط. خد القرار دلوقتي، صلاتي هتكون رقم 1، وهتلاحظ تغيير في حياتك بإذن الله. أنا مش عايز أقولك جرب لمدة أسبوع، لأن الصلاة مش بتتجرب، بس لو جربت صدقني هترتاح. وارجع قولي في التعليقات، هل حسيت بفرق في يومك؟ هل الكسل قل عندك؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك وشير عشان نوصل الرسالة لأكبر عدد من الناس. وفي نهاية الفيديو عاوز أفكرك بآية ربنا سبحانه وتعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهد ربنا ان انت وانتي ما تضيعوش الصلاة، وخليك راجل وانتي خليكي قد كلمتك مع ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم.